غندير شويه ديال الشعريه بمطيشه كدار بالقشيوشات ديال الدجاج ولا طريفات ديال الدجاج ولا اي حاجه عندكم. فانا هنا خديت واحد الفخيضات ديال الدجاج وضربتهم بهذا الشكل هذا. كنحلهم هكا نبين لهم ديك العطيم اللي فيهم. هكا كيجي الدجاج طريفات باين مزول له ديك التحتاني ديالو والعظيمات باينين. غادي ديروا شويه ديال زيت الزيتون، بصيله كبيره محكوكه، نطيح ديك الطريفات ديال الدجاج. راني ماشيه مع السمينه اللي كنت صوبت معكم، شوفوا تبارك الله. غادي ندير واحد شويه ديال السمن، مليحه، سكينجبير، خرقوم، الابزار، شويه ديال الزعفران شعره، واحد 3 المطيشات كبارين محكوكين ومزولين لهم ديك الزريعه الداخلانيه والقشره. انا هنا عندي صلصه الطماطم جاهزه، ما كتكونش حامضه، كتكون زوينه بزاف، نوعيه جيده. معلقه صغيره ما عمرهاش مركز الطماطم. نروي بالماء الكافي اللي غيطيب لي الدجاج واللي غندير فيه من بعد الشعريه. طيب فيه الشعريه، وراكم عارفين الشعريه كتبغي تجي فيها المريقه. غادي نغطي هذا الشيء، نقص عليه ونخليه يطيب على مهل، غير نتكاكا الدجاج نلقاه طاب، ندوقو المليحه، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال القزبر. خليتها هنايا المريقه كتلبى، دقتها في المليحه هي هذيك، تكيت اللحيمه لقيتها طابت. دابا هنا غادي نزيد الشعريه، خليو المريقه بزايد باش طيب فيها الشعريه. من الاحسن تكون الشعريه المتوسطه، انا عندي غير رقيقه يعني دغيا كطيب. في العلبه مكتوب عليها 3 دقائق، ما تعداوهاش. هنايا غادي ندير القزبور بزايد. بغيتو تصبوها في غطير كبير صبوها في الغطير الكبير، بغيتو ديروها في طبيصلات فرديين ديروها، بغيتو ديروها في طبسيل عائلي بحجم عائلي كيبقى لكم الاختيار. هذه غير جربوها على ضمانتي، ما غتشبعوش منها، كتجي لذيذه وغزاله. ونتلاقى بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.